أهلا بيكم سنة 5 ابتدائي. النهاردة هنحل مع بعض أسئلة الدرس الأول بعنوان موقع مصر الفلكي من كتاب الأضواء. بس قبل ما نبدأ ما ننساش نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. ويلا بينا نبدأ على طول ونقول بسم الله. السؤال الأول أكمل. 1. شبكة الإحداثيات تتكون من خطوط الطول ودوائر العرض. 2. دائرة العرض الرئيسية هي دائرة الاستواء. 3. خط الطول الرئيسي درجته 0. 4. يعرف خط الطول الرئيسي بخط جرينتش. 5. تدور الأرض حول نفسها أمام الشمس كل 24 ساعة من الغرب للشرق. 6. تقسم دائرة الاستواء الكرة الأرضية لنصين متساويين، لنص شمالي والنص الجنوبي. 7. دائرة العرض الرئيسية التي توجد جنوب دائرة الاستواء هي مدار الجدي. 8. تتشابه خطوط الطول ودوائر العرض في أن كليهما عبارة عن خطوط وهمية. 9. الموقع الفلكي هو الموقع بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض. السؤال الثاني اكتب كلمة صح أو خطأ. 1. تدور الأرض حول نفسها مرة كل عام. غلط. 2. تشرق الشمس على المناطق الشرقية من الكرة الأرضية قبل المناطق الغربية. صح. 3. تفيد دوائر العرض في حساب الوقت بين مدينتين. غلط. 4. تتشابه خطوط الطول ودوائر العرض في الاتجاه. غلط. 5. يقع مدار الجدي في النص الجنوبي للكرة الأرضية. صح. 6. دوائر العرض هي دوائر أفقية متساوية في الطول. غلط. 7. يقسم خط جرينتش الكرة الأرضية إلى نصفين شمالي وجنوبي. غلط، دي دائرة الاستواء. 8. تقع مصر شمال دائرة الاستواء. صح. السؤال الثالث صوب ما تحته خط. 1. تتشابه خطوط الطول ودوائر العرض في أن كليهما عبارة عن خطوط حقيقية. غلط، خطوط وهمية. 2. يقع مدار السرطان جنوب دائرة الاستواء. غلط، شمال دائرة الاستواء. 3. خطوط الطول هي أنصاف دوائر أفقية تصل بين القطبين الشمالي والجنوبي. غلط، دوائر رأسية. السؤال الرابع اختر. 1. يمر في جنوب مصر مدار السرطان. 2. تفيد دوائر العرض في معرفة المناخ. 3. يمر مدار السرطان في مصر في الجزء الجنوبي. 4. تستخدم خطوط الطول مع دوائر العرض في تحديد الموقع. 5. تساعد خطوط الطول في تحديد الوقت. 6. يتشابه خط جرينتش ودائرة الاستواء في الدرجة 0. السؤال الخامس ادرس الشكل المقابل ثم أجب. 1. يشير الرقم 1 إلى مدار الجدي. غلط. 2. يشير رقم 2 إلى القطب الجنوبي. صح. 3. يشير رقم 3 إلى خط جرينتش. 4. الدائرة رقم 4 تكون درجتها 0. السؤال السادس أجب عما يلي. إذا علمت أن الساعة في مدينة لندن الواقعة على خط جرينتش 10 صباحا، فكم تكون الساعة في مدينة الإسكندرية التي تقع على خط طول 30 شرقا؟ هنطرح خط الطول 30 ناقص 0 هيدينا 30 خط طول، وبعدين هنحسب الوقت بالدقايق. هنقول 30 في 4 هيدينا 120 دقيقة. أما حساب الوقت بالساعات 120 على 60 هيدينا ساعتين.
هنحسب الوقت في الإسكندرية. هنقول 10 ليه 10 صباحا. 10 زائد 2 هتكون الساعة 12 صباحا. السؤال السابع: بما تفسر 1 أهمية شبكة الإحداثيات على الخريطة؟ بتساعدنا عند السفر واكتشاف الأماكن، وبنستطيع من خلالها تحديد موقع مصر على الكرة الأرضية. 2 اهتمام العلماء برسم خطوط الطول ودوائر العرض على الخرائط لتحديد موقع الأماكن بدقة على سطح الأرض. 3 أهمية دوائر العرض تساعد في تحديد المواقع شمالا وجنوبا، وبتساعدنا كمان في دراسة المناخ من حيث الحرارة والرياح والمطر. 4 أهمية خطوط الطول بتساعد في تحديد المواقع على سطح الأرض شرقا وغربا، ومعرفة فرق التوقيت بين الدول. 5 أهمية خطوط الطول ودوائر العرض في حياتنا، بتحدد موقع الأماكن بدقة على سطح الأرض. السؤال الثامن: ما النتائج المترتبة على دوران الأرض حول نفسها مرة كل 24 ساعة من الغرب للشرق؟ هيؤدي ذلك إلى شروق الشمس على المناطق الشرقية قبل المناطق الغربية. السؤال التاسع: دلل. 1 اهتم المصريون القدماء بالفلك واستخدموه في مجالات متعددة. استخدموا الفلك في مجالات متعددة زي تحديد المواقع وتوقيت الزراعة وتنظيم الأعياد الدينية وبناء الأهرامات. 2 تتعدد دوائر العرض الرئيسية، حيث توجد دوائر عرض رئيسية زي دائرة الاستواء ومدار السرطان ومدار الجدي والدائرة القطبية الشمالية والجنوبية. السؤال العاشر: ما العلاقة بين خطوط الطول والوقت؟ بتستخدم خطوط الطول في معرفة فروق التوقيت بين الدول، حيث يوجد فرق زمني بيبلغ 4 دقائق بين كل خط طول والخط الذي يليه. 2 دوائر العرض والمناخ. تساعدنا دوائر العرض في دراسة المناخ من حيث الحرارة والرياح والمطر. 3 خطوط الطول ودوائر العرض. بتشترك خطوط الطول ودوائر العرض في صنع شبكة الإحداثيات، كما أنها بتستخدم في تحديد موقع الأماكن بدقة على سطح الأرض. هنحل أسئلة التميز. اختر. من خلال دراستك لموقع مصر الفلكي تستنتج أن مصر تقع في شمال دائرة الاستواء وشرق خط جرينتش. ماذا يحدث إذا لم يرسم العلماء خطوط الطول ودوائر العرض على مجسمات الكرة الأرضية؟ لم يتم تحديد موقع الأماكن بدقة على سطح الأرض. وبكده نكون خلصنا حل أسئلتنا. ما ننساش نصلي على النبي، وأي حد عنده سؤال يكتب لي في التعليقات وإن شاء الله هرد عليكم. ومع السلامة يا حلوين، أشوفكم في فيديو جديد.